السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا بكم حبايبي وأهلا بكل متابعين قناة سلوى في المطبخ. النهارده حبايبي هنتكلم في موضوع، طبعا ما فيش وصفات ولا أكل ولا الكلام ده، بس الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه النهارده انطلب مني كتير كتير، يعني مرارا وتكرارا اللي أنا أتكلم فيه. هو الموضوع النهارده عن السلايف وعلاقتهم ببعض. طبعا ناس كتير هتقول لي يا سلوى قناتك متخصصه في الطبخ ومش عارفه ايه، خليكي في مجالك. الكلام ده قلت لكم قبل كده حبايبي، انا قناتي قناه طبخ، انا مسمياها سلوى في المطبخ، لكن قناتي ممكن ادخل فيها حاجات اجتماعيه. انا قناتي شامله كل شيء، وصفات، اكل، مواضيع، انا بتكلم في كل شيء. لكن انا حبيت ان انا بس اكتب العنوان اللي انا اميزها عشان للمعرفه سلوى في المطبخ، تمام، عشان بس نبقى متفقين. وطبعا انا بنزل الموضوع ببقى عارفه اللي انا ايه اللي انا عايزه اعرضه على القناه، وايه اللي ينفع اعرضه وايه اللي ما ينفعش اللي انا اعرضه كمان، تمام. لان انا بكون عارفه المواضيع اللي تناسب قناتي وتناسبني اللي انا اتكلم فيها. وطبعا بعد اذن جوزي طبعا اللي انا بشاوره برده معايا في القناه، وهو طبعا مسؤول معايا في القناه. فخلينا بقى ده على جنب. الجنب التاني اللي انا اتكلم في موضوع السلايف، لان جالي كلام كتير ومواضيع على الواتساب اللي انا اتكلم فيها، خاصة بعد قصة جوزي بيخوني مع سلفتي ومش عارفه ايه. جالي طبعا قصص، حكايات وروايات فعلا، ومن ستات تعبانين في حياتهم جدا جدا بسبب السلايف. اللي هم يعني السلايف، مش هنقول كل السلايف وحشه عشان بس نبقى متفقين مع بعض كده، مش كل السلايف عموما بتبقى وحشه او معاملتهم وحشين مع بعض، لا. في سلايف بيكونوا اكتر من الاخوات، وفي سلايف يعني اجارك الله كده والعياذ بالله، حاسه ان انت مش طايقاها لا في سما ولا في ارض زي ما بيقولوا. احنا مش هنجامل بعض بقى وكلام ستات كده. الستات طبعا هم فاهمين بقى انا هتكلم ازاي وهقول ايه، وهم معظمنا عايش القصص ديت حقيقيه وواقعيه في حياتنا، مش بنعمل قصص من الخيال يعني، لا، حاجات من الواقع فعلا. في بعض النفوس مريضه والعياذ بالله، يعني ربنا يعافينا وربنا يهدي كل من كان. فطبعا جالي رسائل على الواتساب، يا سلوى اتكلمي عن موضوع السلايف، يا سلوى السلايف. واوعدكم موضوع السلايف ده هيكون فيه مواضيع كتير كتير فيه بعد كده، عشان نوصل مع بعض الحل بقى وكده. طبعا مواضيع برضو عن الحموات والازواج والمشاكل الزوجيه، كل ده هتكلم معاكم فيه في مواضيع في فيديوهات متفرقه ان شاء الله. طيب خلينا متفقين كده، السلفه دي عباره عن ايه؟ السلفه دي اولا هي مش اختك، هي مش اختك، وممكن ما تكونش من العيله بتاعتك، وممكن تكون من عيلتك برضو. فممكن تلاقيها في يوم وليله تبقى سمنه على العسل معاكي كده زي ما بنقول بالبلدي، وفي يوم وليله تقلب كده زي امشير كده كل ساعه في حال. فاحنا عايزين نعرف اولا، بتبداي بتشوفي المشاكل ايه اللي بتوصلكم. المشاكل بقى يا حبايبي بتكون لها انواع كتير. ممكن المشكله تبدا اولا واول حاجه واهم حاجه بسبب الزوج، تمام، زي ما القصه اللي انا كنت منزلاها اللي هي صاحبتي وحبيبتي اللي هي متابعين القناه اللي كانت حكيها لي، وعملت لها فيديو بالحكايه بتاعتها بسبب برضو السلفه، تمام. فالسلفه دي ممكن تخلق لك مشكله من لا شيء، من لا شيء. زي ايه مثلا؟ ابنك ضرب ابني، ابنك عور ابني، إيه مش عارفه ايه، انت هتسكتي، يا اما لو كلمتك بطريقه مش كويسه هتضطري ان انت ترد عليها، والموضوع يشعل يولع النار خالص ويضرب، تمام، وتحصل مشاكل. وكمان الاخوات يعني جوزك وجوزها يقعوا في بعض كمان، يبقى انتوا الاثنين عملتوا مشكله كبيره جدا، تمام. يا اما مثلا تقول لك ايه، انت ما نضفتيش السلم النهارده، لا السلم كان عليكي ده مش عارفه ايه. دي واحده تانية برضه، دي حاجه تانية ممكن تتلكك لي عليه. تالت حاجه ممكن الغيره، الغيره القاتله، الغيره اللي في معظم الحريم، ربنا يعافينا يعني. تكون غيرانه منك فتتلكك لك على اي شيء. رابع حاجه ممكن تضرب فيكي حقن واسفين كده لحماتك لو انتوا عايشين عيشه واحده كمان. لا ده عملت، ده خلت، دي سوت، مش عارفه، هوب هوب تسخن الدنيا عليكي وتولعها وما تقعدهاش، تمام. ممكن تتكلم عليكي لجيرانك، ممكن يعني بصي ممكن تعمل لك، بصي تخلق لك مشكله من لا شيء. وعلى فكره تحت كل الكلام ده مسمى هو الغيره، الغيره بس، تحت كل مسمى المشاكل دي. ليه؟ لانها هي لو بتحبك ومش غيرانه منك هتبلع لك الزلط. يعني بيقول لك ايه، عدوك يبلع لك الزلط وحبيبك ايه، لا، حبيبك يتمنى لك الغلط وعدوك يبلع لك الزلط. يا رب اكون قلتها صح بقى. تمام.
فهي ممكن يعني السلفه لو هي كويسه فعلا فعلا، هو بتعاملك بمرض الله، هتعتبرك زي اختها، هيبقى البيت هادي مفيش مشاكل خالص، بالذات لو انتوا مع بعض في بيت واحد. طبعا لو كل واحده ساكنه في بيت هتبقوا سمنه على عسل، هتروحي تزوريها وتزورك والكلام ده، لكن انا بتكلم على اللي هم قاعدين في بيت واحد، دي مشاكل واقعيه معظمنا عايشها. تفضل تقول لك مثلا، تفضل تقول لك تعمل مشاكل كتير كتير، تخلق لك مشاكل والله من لا شيء. كمان كمان ايه، وكمان بقى حبيبتي لو انت كمان لسه عروسه جديده كده ومستجده وداخله البيت كده لذيذه وعسوله كده، مالكيش في حوارات بقى السلايف ووجع الدماغ ده والكلام ده، بس انت سامعه طبعا من قبل يعني اللي ايه السلايف عقارب. يعني مش هنقول القرايب، لا السلايف عقارب دلوقتي بقى، السلايف هم اللي عقارب. الا من رحم ربي طبعا، مش كلهم، في والله زي الاخوات واكتر كمان. ده بيرجع للتربيه والدين والاخلاق وكل حاجه اللي انتوا عارفينها دي، والاصول كمان طبعا احنا اتربينا عليها. لو انت بقى عروسه كيوت كده وجميله ولسه داخله البيت، طبعا هتكون هم اقدم منك في البيت، هتبقى طبعا الغيره نار نار كده زي ما بقول لكم. طبعا هتلاقيها من وقت للتاني كده، هتلاقيها بتتغمز وتتلمز ومش عارفه ايه، وتعيب لك على الحاجات اللي انت عاملاها. ايه ده الميك اب بتاعك مش حلو، انتوا كنت خففتيه شويه، ده الروج ده مش لايق عليكي، ايه ده الفستان ده مش عارفه. المهم هتطلع لك الوتد الفطسانه في نفسك كده علشان خاطر تكرهك في اليوم اللي انت دخلتي فيه البيت من الاخر يعني. فانت اول حاجه هقول لك بقى الحل بسرعه، يعني نقول كل حاجه كده ونقول حلها بسرعه كده. اولا ما تحطيش الكلام ده في دماغك خالص، لان تاكدي ان دي غيره من جواها ناحيتك انت، فانت كبري دماغك ونفضي لها تماما. قولها لا ده عاجبني، اصل بيعجب جوزي، لا ده جوزي بيحب الروج ده هو اللي ايه اللي حطيه، ده هو اللي شاريهولي اصلا في عيد ميلادي في عيد جوازي. المهم جننيها كده، ولعيها كده، تمام. تاني حاجة لو هي مثلا من يوم والتاني كده هتلاقي حماتك او حماكي كده مقير منك شوية، مش عاجبه طريقتك، مش راويين بوزهم منك كده، سبحان الله، وانت تكوني سايباهم بالليل سمنة على العسل مفيش اي حاجة، والقعدة كانت لذيذة بالليل والتسالي ومش عارفة ايه. صبحت الصبح لقيت الدنيا ايه كلها مقيرة منك كده، ولا كل لو بوز وكده، سبحان الله. فانت هتقولي ايه، طب سبحان الله، طب من ايه ده، طب هم قلبين بوزهم منين، ده احنا كنا كويسين. اكيد هي طبعا راحت ولعت الدنيا وسخنت وقامت بالواجب، يعني تاكدي مليون المية هو ده السبب. ليه بقى؟ عشان هتروح تقلب حماتك عليكي او حماتي عليكي، ده عملت ده خلت ده سوت، لا يا ماما، طبعا هتقول لحماتها يا ماما، لا يا ماما دي شايفه دي فلانه بتقوم متاخره وكل شغل البيت عليا، يا ماما ده عمل، يا ماما ده انا شايفاها بترغي مع واحده في الشارع، يا ماما دي بتقف كتير، يا ماما دي بتطلع السوق وبتغير. هتفضل هي تدي 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 كده على السريع لحد ما تخلي حماتك تكرهك طبعا، خاصة لو انت لسه جديدة مستجدة طبعا في دخول البيت، طبعا حماتك او حماك لسه مش متعودين على طبعك والكلام ده. كمان اللي هي القديمه في البيت اللي اقدم منك ديت، طبعا بتكون شايفه نفسها حبتين ثلاثه اربعه كده، تمام، ليه؟ لانها اقدم منك، قاعده فتره في البيت، فهم اخدوا على طبعها وهي اتعودت طبعت بطبعهم وهم عرفوا طبعها ايه والكلام ده. انت لسه مستجده وكيوت وعسوله كده، مالكيش في الحوارات واللبش بتاعها ده، وقلنا وقالوا وعادوا والكلام ده. فانت يا اللي انت اصلا هتكلم دلوقتي القديمه، السلفه القديمه اللي موجوده في البيت، انت اول حاجه اتقي ربنا، لان داين تو دين، وزي ما انت بتعملي في سلفتك اللي هي المستجده او العروسه الجديده دي عشان تعكري حياتها وتغلتي عليها، اللي منك لله انت اللي عملتي كده، فانت هيتعمل في عيالك، هيتعمل في اولادك لو انت عندك بنات، مسير قرة تعيد نفسها تاني، وهيتعمل في بناتك، هيتعمل فيكي انت على مر الوقت. هتظهر حقيقتك وصورتك الحقيقيه كمان قدام حماتك وحماكي. فانت اتقي الله في سلفتك ديت، وخديها زي اختك كده، طبطبي عليها وحني عليها، عرفيها اللي مش عارفاه، فهميها الغلط فين الصح فين، لو هي غلطت في حاجه قوميها بينك وبينها، انصحيها بينك وبينها، طبعا مش على المال عشان تبيني نفسك اللي انت اجدع منها واشطر منها وافهم منها والكلام ده، نصيحه تكون كده بينك وبينها كده. وطبعا العروسه الكيوت الاموره ديت، لو لقيتي من البدايه سلفتك طبعها كده معاكي، نصيحه مني انا اتجنبي خالص، اتجنبيها عشان تتجنبي، لان دي بتبقى زي التعبان اللي بتلوى كده، حيه بتتلون كده، او الحربايه اللي بتتلون ديت، مش هتعرفي تاخدي حق وباطل معاها.
لو هتعرفي تاخدي حق وباطل معاها هقولك كلميها، هتعرفي تعامليها بنفس اسلوبها. لكن ما فيكيش في شغل الحوارات ده بتاع السلايف والكلام ده، احسن لك تتجنبيها، لان هتوقعك في مشاكل ياما، وممكن كمان تخرب عليك. لان جالي رسائل على الواتساب اللي فيه ناس كتير حياتهم فشلت واتطلقوا والله بسبب السلايف اللي ربنا ينتقم منهم دول، السلايف العقارب دول. لكن هتعرفي تتعاملي معاها، اتكلمي معاها بقلب جامد واقعدي، وما تبقيش بس انت داخله وناويه على الشر من جواكي، او مثلا اللي انت مدكنانها جواكي كده دي سلفتي دي حربايه ده هتعمل تخلي. مهما سمعتي من الناس قبل ما تتجوزي وقبل ما تدخلي البيت ده ما تاخديش في بالك الكلام ده خالص. ما تحكميش على اهل البيت او سلفتك دي الا لما تعاشريها في قلب البيت، هتعرفي طبعها واسلوبها. لقيتيها اللي انت مش سالكه معاها في حواراتها وهتقلب الدنيا عليك ومش كويسه وبتاعت مشاكل كده وهتخلق لك وتعمل لك من حبه قبه زي ما بنقول، لا اتجنبيها خالص وخليكي في حالك علشان تكسبي جوزك، علشان اولا واخيرا عشان ربنا سبحانه وتعالى. في الاول انت بتعاملي ربنا، ثانيا عشان خاطر زوجك ما يزعلش منك ويفضل شايل وحاقن جواه كده اللي انت هتعملي توقيع ما بينه وما بين اخوه. ثالثا عشان اهل البيت يحبوكي ما يكرهوكيش، حماكي وحماتك. حاولي اكسبي رضاهم بشتى الطرق، بشتى الطرق. انزلي بدري، اصحي بدري لو انتوا عيله واحده، وطبعا اكلكم وشربكم مع بعض، وده معظم في البلاد بيحصل كده، الاكل والشرب بيكون مع بعض وكده في عيله واحده. انتي حاولي حماتك تخليها تقسم الشغل ما بينكم بحيث ما يحصلش احتكاك كده ومشاحنات، انت عملت النهارده انت ما عملتيش، انت كنست الصاله انت ما روتيش، انت غسلت المواعين ما طبختيش. لا، خلي الشغل يتقسم عليكم انتوا الاثنين. وطبعا والله انا في اعتقاد لو هما اتنين بس في البيت والله مستحسن ان هم يكونوا اخوات او احسن من الاخوات كمان. ليه؟ لان لو واحده فيكم تعبت المفروض الثانيه هي اقرب واحده ليها في البيت، هتجري عليها، هتشوفها مالها تعبانه، هتبقى جنبها، هتراعي عيالها، هتراعي اولادها، فاهماني؟ المفروض يبقى في حب. اكتر واحده هتشيلك هي سلفتك المفروض اللي في البيت. لكن لو حربايه وتعبانه وبتقلب الدنيا عليكي، ليه يا ستي ابعد عن الشر وغني له زي ما بنقول كده، وان جالك ايه الباب اللي جالك منه الريح سد واستريح. خليكي في حالك وبعيده عنها خالص، وده احسن لك واضمن لك عشان تعيشي في عيشه هنيئه ومستقره وتحببي كل اللي حواليكي فيكي. واقول ايه تاني؟ وكمان مشاكل تانية اللي هي بتقول ايه ضربت ابني وما ضربتش ابني والكلام ده. لما تيجي تشتكي لك من ابنها ضرب ابنك او كبري انت دماغك، خليكي انت العقل، خليكي انت اللي مخك كبير وعقلك كبير، كبري دماغك، لان دي بتكون شراره صغيره وهي عايزه تولع بيها الدنيا. فخليكي دايما عندك حرص وحذر منها، عينك في وسط راسك وعقلي كل كلمه بدماغك وبتفكير وبهداوه كده، وما تتسرعيش في الحكم عليها برضو، وما تتسرعيش بقول لك في النرفزه بتاعتك والعصبيه. حاولي هدي بالك، لان كل قرار هتاخديه بعصبيه هيكون غلط. طبعا لازم اهدي وروقي دماغك كده وروقي بالك وفكري في الكلام والحوارات اللي هي عملتها دي عشان تطلعي بنتيجه كويسه. وانا قلت لك في الاول وفي الاخر، انا برجع اقولها لك تاني، دي بتكون غيره مش اكتر من كده. وانتي برضه يا عروسه يا اموره، انتي كمان احنا خلاص خلصنا من موضوع السلفه ديت اللي مالهاش 6000 لازمه ديت، خليها على جنب كده. لو هي وحشه زي ما قلت لك اتجنبيها خالص، وانتي بتعاملي ربنا لقيتيها كويسه طبعا انتي خليكي احسن منها وخليكي افضل منها وعامليها بالحسنى. ولو عرفتي تتعاملي معاها نفس اسلوبها وطبعها اتعاملي معاها، بس طبعا زي ما قلت لك ما تتسرعيش في المشاكل عشان البيت ما يخربش والدنيا تولع وتبقوا انتوا الاثنين توقعوا الاخوات ايه في بعض. تمام؟ لقيتيها مش عارفه تتعاملي معاها، اتجنبي. اهم حاجه زوجك، اهم ما في الموضوع كله هو جوزك. انت اهتمي بجوزك، حاولي ارضيه بشتى الطرق زي ما قلت لك برده، لان لو كسبتي جوزك برده تكسبي حماتك وحماكي، دول الاساس البيت. بعد كده ما تحطهاش هي في دماغك خالص، خليها كده صفر على الشمال زي ما بنقول، ما تعتلهاش بال خالص ولا اهتمام. انت حاولي ارضي جوزك، شوفي ايه اللي بيحبه واعمليه، شوفي ايه اللي بيفرحه، راضي امه وراضي ابوه. لو عايزه تكسبي جوزك اكسبي حماكي او حماتك، الاثنين لو عايشين اكسبيهم، حد منهم برضه اكسبيه. دايما هم دول خليهم ووضع نظرك كده وموضع رعايتك واهتمامك، حتى لو هم يعني مش طبعهم مش حلوه قوي، حاولي استحمليهم عشان خاطر جوزك. لكن بقى لو جوزك هو اللي وحش معاكي
من البدايه كده هيبان لك. بس برضو في بدايه الجواز يا جماعه لازم نبقى متفقين بتحصل مشاكل في بدايه الجواز، لازم هتحصل شويه عقوبات ومشاكل مش عارفه ايه. فما تتسرعيش في الحكم قوي وتقولي لا ده انا ماليش في العيشه دي، ده انا كنت عندي بابا وماما وكنت عايشه. بصي يا حبيبتي، حياتك قبل الجواز شيء وحياتك بعد الجواز شيء تاني خالص خالص تماما. كنت عندي بابتك وباباكي متدلعه ومتنيه وكل حاجه بتجيلك لحد عندك ومش عارفه ايه، تصحي من النوم براحتك وتلاقي الغدا متحضر لك والفطار جاي لك لحد عندك وكمان على السرير ومش عارفه. لا يا حبيبتي، بعد الجواز في حاجه اسمها مسؤوليه وواجبات، وان شاء الله هنتكلم في المواضيع دي بعد كده في فيديوهات بالتفصيل عشان ما نخلطش كل الامور بعضها. النهارده كان بس موضوعنا عن السلايف كده حبايبي. احنا كده يا بنات دلوقتي اتكلمنا في الحلقه ديت عن موضوع السلايف ومش عارفه، وده طبعا حوار يعني شرح ويطول زي ما بنقول كده، مش هيخلص طبعا في فيديو واحد. عايزه اتكلم معاكم اكتر واكتر في الموضوع ده بالتفصيل كده، ونقعد بقى ايه نمزمز كده في موضوع السلايف ده اللي هم فعلا عايزين وقفه كده جامده مننا كده، وربنا يهديهم ويهدينا يا رب. وطبعا عرفتك ان لو انت يعني سلفتك دي وحشه وصليطه اللسان والكلام ده وحربايه زي ما بنقول، تتعاملي معاها ازاي. يا اما تتعاملي معاها بنفس اسلوبها وطبعها، يا اما تتجنبيها خالص او مالكيش في الحوارات دي، مش هتعرفي تسد قدامها بالبلدي كده زي ما بنقول. تمام، لان احنا مش داخلين حرب. بس ما تبقيش ناويه انت داخله البيت وناويه على النيه ديت اللي انا داخله حرب، لا لا ده انا لازم اديها واعمل. لا يا حبيبتي، انت داخله من بيت متربي وانسانه متربيه، واتقي الله كده في معاملتك بمرضي الله. وبس انت مع الوقت كده هتوضح لك كل الامور كده بالراحه واحده واحده، بس بالهداوه، ما تستعجليش في كل امورك. تمام، وقلت لك اهم حاجه ترضي زوجك ثم امه وابوه، دول اهم ما في البيت كله. وبعد كده اخوات الزوج بقى بنات اللي هم البنات والرجاله والكلام ده. لكن بقى لو جوزك بقى هو المشكله، لو جوزك هو بقى كل الحوارات عندنا هو اصلا طبعه وحش ولا يطاق لا يطاق، هتعملي فيه ايه بقى؟ هقول لك كده دلوقتي هتعملي فيه ايه. بس طبعا يعني والله العظيم لو بقى بيمد ايده ويطول لسانه والكلام ده، طبعا الكلام ده مرفوض طبعا تماما تماما تماما. النبي محمد عليه افضل الصلاه والسلام قال استوصوا خيرا بالنساء، فلازم هو يعاملك بمرضي الله ويعاملك معامله حسنه ومعامله كويسه. طبعا ما بنقبلش بالاهانه وبالضرب والكلام ده كله، لا عيب عيب عيب. كل واحد ليه حدود لازم يقف عندها، وكل واحد ليه واجبات وعليه واجبات، لازم برضو كل واحد يبقى عارف ايه حدوده فيه. تمام، لكن طبعا هنتكلم برضو في المواضيع ديت برضو بالتفصيل على فترات برضو. بس برضو انتوا تقولوا لي عايزين ان انا اكمل في المواضيع ديت من النوعيه ديت، في الفيديوهات من النوعيه ديت، قولوا لي اكتبوا لي في الكومنتات كده وانا معاكم برضو وعينيا ليكم. لكن جوزك بقى الامور ده لو هو بقى ايه طبعا روش حبتين كده ومش عارفه ايه، خليكي نفسك على الستايل بتاعه برضو، خليكي روشه زيه، خليكي اموره، خليكي اتدلعي فرفشي، ما تبقيش كل الوقت عكنانه والكلام ده. ما تمسكلوش على الواحده وعلى الحبه كده زي ما بنقول، لا. اول سنتين في الجواز لازم يكون فيهم مشاكل زي ما قلت لك كده، واحده واحده تاقلمي نفسك. بس المشاكل بنوعيه اللي هي الضرب والاهانه والكلام ده مرفوض تماما تماما. لكن لو مشاكل بقى خلافات في البيت والحما وامك قالت امك عادت والكلام ده، طبعا هقول لك ازاي تتعاملي مع الحما في موضوع لوحده، لان برضو مطلوب مني. ربنا يهدي الحموات كلها يا رب. لكن جوزك بقى انت لقيتيه متنرفز ومتعصب واللي ومفيش منه رجا بعد السنتين دولت، مفيش منه رجا خالص، يعني عملت كل اللي ما يتعامل معاه هو برضه نفس اسلوبه. تعملي حاجه واحده بس، شنط فرحك يا حبيبتي لسه جاهزه عندك ولسه جميله كده، وساعات والله ما تكونش لسه اتفضت كمان. تمام، تروحي كده يا اما، بس هقول لك حلين، يا اما تلمي هدومه كده وتقولي له على امك على طول تحت وتغضبيه هو اللي يغضب ويمشي، انت ما تسيبيش البيت، اوعي تسيبي البيت. انا بقول لك ما عندناش حد يغضب، لا احنا ستات محترمات كده نعمر بيوتنا ما نخربهاش. وتروح قايله له كده تعبي له هدومه كده زي الامور كده، مش هقول لك بقى تقطيعه ودوت تعبيه في كيس، لا اعبي له هدومه، تمسكي هدومه كده وعلى امك على طول. هيقول لك لا، تقولي له لا يا حبيبي انا ما طلعش من بيتي ابدا، لا دخلت بيتي خلاص انت اللي على امك على طول. هو ياخدك يومين ثلاثه كده يروق دماغه والدنيا تبقى تمام ويرجع لك تاني. انت ما تسيبيش البيت يا حبايبي، تمام. يلا، وانا يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم.
وخدوا الامور ببساطه كده، ما تقفشوش في حياتكم كده. الحياه خليها بسلاسه. الناس مضغوطه، الرجاله مضغوطين، ربنا يعينهم يا رب على اشغالهم. وكمان الستات مضغوطين في بيوتهم برضو، مذاكره الاولاد والدروس الحياه صعبه على الكل. ربنا يعيننا كلنا يا رب. يا رب بس يهدي بيوتنا ويصلح حالنا وحالكم يا رب العالمين، ويستر عرضنا وعرضكم وعرض الشباب وزوج الشباب والشابات يا رب العالمين، ويسترنا جميعا فوق الارض وتحت الارض، اللهم امين يا رب العالمين. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واستودعكم الله، وانتظروني في فيديوهات احسن واحسن ومواضيع من دي. اكتبوا لي لو انتوا عايزين اكمل في مواضيع زي ديت كده. والسلام عليكم ورحمه الله، مع الف سلامه.